فيقوم عمار رضي الله عنه وأرضاه في يوم صفين يقاتل في سبيل الله، فيأتي رجل يقال له أبو الغادية الجهني الذي قتل عمارا رضي الله عنه. قال: لما سئل أبو الغادية الذي قتل عمار كيف قتلته؟ قال: خرجت في يوم صفين ورأيت عمارا بين صفين فانتظرت حتى انفرج عنه الصفان، أو رأيت فرجة فضربته بالحربة في ركبته فخر صريعا، فجاء رجل فجز رأسه وحملها وذهب ليبشر أمير المؤمنين معاوية. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه: جاء أبو الغادية ورجل إلى معاوية يختصمان في من قتل فيه منهما عمار، كل واحد يقول: أنا قتلته أنا قتلته. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: الفطن الذكي لا تختصما، كلاكما في النار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بشر قاتل ابن سمية وسالبه بالنار، بشر قاتل ابن سمية بالنار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتله وسالبه في النار. وقال أبو الغادية رضي الله عنه لأنه من الصحابة ذكره الحافظ ابن حجر في أسماء الصحابة، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة أيضا، فهو صحابي. بل إنه كان إذا استأذن على أحد وقيل له: من أنت؟ يقول: قاتل عمار، فكأنه يفتخر بأنه قتل عمار. فنعوذ بالله من الفتنة ومن العار ومن الشنار. يقول الحافظ ابن حجر: أبو الغادية هذا هو الذي روى لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا في يوم العقبة أو عند العقبة، خطبنا وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم. أبو الغادية هو الذي روى هذا الحديث. أبو الغادية هو الذي يروي حرمة دماء المسلم، وهو الذي يفتخر بأنه قتل عمار رضي الله عنه وأرضاه. بشر قاتل ابن سمية بالنار. وقال أبو الغادية رضي الله عنه لأنه من الصحابة